الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير البنات وصحتكم لاباس. أنا لاباس الحمد لله. سمحوا لي على بالي طولت لكم نشارك معكم وصفاتي. كنت متردة باش نرجع للقناة لأن صراحة تعبت فيها بزاف وما طالعوا لا الاشتراكات لا المشاهدات. مازالت لي 2000 ساعة مشاهدة راني حاصلة فيها. قلت ولما لا نرجع ونشوف التفاعل. وقبل ما نبداو فيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم واشتراك وتعليق رائع كيما نتوما. في كاسرونه حطيت كاس حليب، 3 ملاعق كبار بودرة شونتي خليتها حتى تغلي، وضفت لها شوكولا مقطعة، شوكولا بالحليب. فرغت القاناش وخليته حتى نبرد مليح واني نطلع فيه بالباتور. جينواز الفيديو راح نحطلكم في صندوق الوصف. في مول كيك حطيت جينواز شربته بالشربات، ونضع طبقة من كريمة شانتي. نكمل كامل بنفس الطريقة. بالقناج اللي خدمتو جينواز ولا اروع. من اليوم ما تنسوها جربوا هذه الوصفة. من اليوم راح نعتمد هذه الوصفة. الطبقة الأخيرة نشربها بالشربات ونسويها مليح في المول وندخلها في الثلاجة حتى تبرد مليح. وهنا بعد ما بردت ننزعها من المول. نسويها مليح حتى نغطي الكيك. وانا درت خطوط شوكولا، ذوبت شوكولا في حمام مائي، ملعقة صغيرة زيت، وزينتها من فوق بالكريمة، كريمة شانتي. من فوق ضفت لها شوكولا. وهنا للتزيين يبقى اختياري. من اليوم مزجري باتيسري جربي هذه الوصفة وادعيلي بدعوة الخير. تجي بزاف بنينة. وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالجيم والبارطاج وتعليق رائع كما نتوما. ما تنسوش توصلوني 2000 ساعة مشاهدة، وإلى الملتقى إن شاء الله.